تحمصي التوابل قبل الطحن ولا لأ؟ وهل التحميص بيفرق فعلًا في الطعم بتاع التوابل؟ بُصّي، عايز أقول لِك على حاجة، إن التوابل لمّا بتتحمص بتفقد زيوتها العطرية. هل معنى إن ده غلط؟ لأ، بس الفكرة كلّها إن إحنا لو بنشتري توابل، الثمرة بتاعة التوابل جديدة مُحمّلة بالزيوت العطرية، ما فيش فيها كسر، الثمرة كويسة وحباية تقيلة، عشان كده إحنا أصلًا دايمًا بنتكلّم إن التوابل اللي عندنا أعلى زيوت عطرية، علشان إحنا بندوّر على الثمرة إن هي تكون مميزة ومُحمّلة بالزيوت. فلمّا تجيبي أنتِ الثمرة تكون تقيلة ووزنها تقيل كده والحباية مليانة زيوت، يبقى حرام إن أنتِ تحمّصيها. تمام، ليه؟ لإن أنتِ لمّا تحمّصيها تحطّيها على النار، الريحة هتطلع حلوة وجميلة، بس أنتِ قاعدة تخرّجي من الزيوت العطرية اللي هي المفروض أنتِ بتستفيدي منها في الأكل اللي أنتِ بتستخدميه. فالتوابل اللي زيوتها العطرية عالية جدًا، حرام إن إحنا نحطّها ونحمّصها، علشان هنفقد كتير جدًا من الزيوت العطرية بتاعتها، وهتطير على فكرة بسهولة جدًا. إنّما مثلًا لو إحنا جايبين توابل فيها كسر كتير وما لهاش طعم وريحتها مش كويسة أوي، ممكن إن إحنا نحمّصها، نبتدي إن إحنا نحفّز سِنّة صغيّرة خروج الزيوت العطرية، ونطحن على طول على قد استخدامنا ونحطّها في الأكل. هو طبعًا هنبقى فقدنا من الزيوت العطرية، بس أحسن ما نرميها. وما تنسيش تعملي لي متابعة. أنا أحمد شاكر من نوفوتريد، باقدّم لِك محتوى عن التوابل والمواد الغذائية.